هاي everybody, how are you؟ أهلا بيكم من جديد متابعين قناة ميس إنجليزي. كل عام وحضراتكم بخير. النهاردة هنبدأ الترم التاني، هنبدأ إن شاء الله مع أبطال أولى ابتدائي ومنهج كونكت بلس 1. هنبدأ شرحنا من كتاب الباهر. لو حابب ان مفيش حاجة تفوتك من شرح مناهجنا وفيديوهاتنا، دعمنا بسبسكرايب وما تنساش اللايك والشير عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد من أبطال أولى ابتدائي. هنبدأ إن شاء الله شرح يونت 7 الوحدة السابعة. هنبدأ شرح lesson 1 2 يعني الدرس الأول والتاني من يونت 7 الوحدة السابعة، الترم التاني أبطال منهج كونكت بلس 1 أولى ابتدائي. وهو الدرس بيتكلم عن clothes. clothes يعني ملابس. clothes ملابس يعني clothes. وخد بالك إن الملابس في منها singular مفرد وفي منها plural جمع. يلا بينا نقرأ الملابس اللي عندنا. أول صورة عندي كاب يعني كاب. جاكيت دريس فستان. سكارف كوفية. سكيرت جيبة. سوكس شراب. sunglasses نضارة شمس. shoes حذاء. gloves جوانتي أو قفازات. بنطلون pants بنطلون يعني pants. sweater يعني بلوفر. sweater. تيشيرت يعني تيشيرت. شيرت قميص. يبقى درس النهاردة بيتكلم عن clothes ملابس. clothes في ملابس مفرد وفي ملابس جمع. كاب ده مفرد. جاكيت ده برضو مفرد. دريس فستان مفرد. سكارف كوفية مفرد. جيبة سكيرت مفرد. شراب سوكس جمع. sunglasses نضارة الشمس جمع. shoes حذاء جمع. gloves اللي هو الجوانتي جمع. pants بنطلون جمع. sweater مفرد. تيشيرت مفرد وقميص شيرت مفرد برضو. في conversation محادثة في الدرس نقراها مع بعض. أول جملة بتقول we are going on vacation يعني نحن ذاهبون في عطلة أو أجازة يعني vacation وبيجي مع حرف جر اسمه on vacation. في سؤال اتسأل what، طبعا كنا أخدنا قبل كده what معناه أو ما أو ماذا سنة أولى. what do you need on vacation ماذا تحتاج في العطلة. البنت تحت اهي ردت قالت I need أنا أحتاج shoes حذاء clothes ملابس and sunglasses ونضارة شمس. صاحبتها سألتها do you want the teddy bear هل تحتاجين أو هل تريدين teddy bear يعني دبدوب. قالت لها yes I want the teddy bear أنا عايز أو أنا محتاجة أو أنا أريد التeddy bear الدبدوب because he makes me happy هو بيجعلني سعيدة. he makes me happy يعني بيجعلني سعيدة. لو انت من الأبطال ولسه مستمر معايا في شرح أول درسين من منهج الترم التاني أبطال منهج كونكت بلس 1 أولى ابتدائي من كتاب الباهر، دعمنا بسبسكرايب اشتراك وما تنساش اللايك والشير. أهم جزء في درس النهاردة وهو جزء الجرامر، بيتكلم عن الفرق ما بين this و that. this للمفرد القريب معناه هذا أو هذه للمفرد القريب this إنما that ذلك أو تلك للمفرد البعيد. لو استخدمت this أو that لازم الاتنين بيجي معاهم is، لأن this و that للمفرد بس this للقريب إنما that للبعيد.
طب عندي صورة الجيبة ديت قريبة طبعا من البنت، وطالما الجيبة دي مفرد وقريب، المفرد القريب يبقى أنا هستخدم معاها this is a skirt، يعني هذه تكون جيبة. this is a skirt. طب الصورة اللي تحتها دي صورة بلوفر، والبلوفر خدناها من شوية يعني سويتر. طب البلوفر ده بالنسبة للولد هل قريب ولا بعيد؟ طبعا البلوفر بعيد عن الولد فيعتبر مفرد بعيد. المفرد البعيد بستخدم له that is. that is a sweater. that is a sweater يعني ذلك يكون بلوفر. وخد بالك للمفرد البعيد بستخدم that is. احفظ وافهم معايا سنة أولى، للمفرد البعيد that is، إنما المفرد القريب this is. this is. this is. طب يعني ناخد عليهم أسئلة. السؤال الأولاني بيقول إيه؟ what this؟ ما هذا؟ what this؟ ما هذا؟ بس ما هذا للمفرد القريب. طب أنا عرفت إزاي؟ من وجود this. this للمفرد القريب. طب عشان أجاوب على سؤال زي كده هعمل إيه؟ هعكس ما بين is و this. is و this يبقى هنزل this الأول ووراها is، يبقى this is a skirt يعني هذه تكون جيبة. this is a skirt. طب السؤال اللي بعده what is that؟ what is that؟ يعني ما ذلك للمفرد البعيد. عرفت ازاي انه مفرد بعيد؟ عشان ذات بستخدمها للمفرد البعيد، يعني حاجة واحدة بس بعيدة عني، زي صورة البلوفر سويتر اللي هو بعيد عن الولد. عشان أجاوب على السؤال ده هنزل that الأول وأعمل بعدها أكتب بعدها is، يبقى that is a sweater يعني ذلك يكون pullover. that is a sweater. what is this؟ this is a skirt. what is this للمفرد القريب this is a skirt، إنما للمفرد البعيد what is that؟ what is that؟ that is a sweater. that is سويتر للمفرد البعيد بستخدم that is. يلا ننزل بقى لجزء البلورال، جزء الجمع. عشان أتكلم عن الجمع هاخد كلمتين، إيه هما؟ these معناها هؤلاء للجمع القريب، حاجة جمع حاجة أكتر من واحد دي يعتبر جمع بستخدم معاها these. وممكن أستخدم كلمة تانية اسمها those. those برضو هؤلاء للجمع البعيد، يبقى جمع قريب these، جمع قريب these، جمع بعيد اسمه those، والاتنين بيجي معاهم are. احنا عارفين من زمان يا سنة أولى إن these بيجي معاها are، those بيجي معاها are. these are جمع قريب، those are جمع بعيد. these are جمع قريب، those are جمع بعيد. تعالوا ناخد الإكزامبلز اللي موجودة. شايفين الولد؟ الجلافز او الجوانتي قريب منه، طبعا كلنا عارفين ان الجوانتي عشان فردتين فجمع، طالما جمع قريب يبقى انا هستخدم these are gloves. these are gloves. انما هنا البنطلون ده بالنسبة للولد بعيد، وطبعا البنطلون من الملابس اللي تعامل معاملة الجمع عشان احنا نحفظه كده او نفهمه كده ان هو ليه رجلين، يبقى يعامل معاملة الجمع. طالما جمع بعيد يبقى انا هستخدم those are pants. those are pants. يبقى جمع بعيد those are، جمع قريب these are. طب ايه الأسئلة بتاعتهم؟ السؤال بادئ بوات، برضو وات أخدناه قبل كده كتير، ما أو ماذا. what are these؟ طبعا كلنا عارفين السؤال بيسأل عن الجمع القريب، عرفنا ازاي من وجود these. عشان أجاوب برضو بعمل عملية المقص، هنزل these وراها are، يبقى these are gloves. these تنزل وراها are تنزل، وكلمة gloves جوانتي أو قفازات، يبقى these are gloves. طب السؤال اللي بعد كده برضو بادئ بوات، يعني وات حلوين يعني ما أو ماذا. what are those؟ طبعا السؤال بيسأل عن الجمع البعيد، عرفت ازاي ان هو جمع بعيد؟ عشان وجود those. what are those يعني ما هؤلاء. هعمل ايه؟ هعمل عملية المقاس. طبعا what دي ما بتنزلش خالص في الإجابة، هنزل those وبعدها are، يبقى those are pants.
Those are pants. وكلمة pants يعني بنطلون. البنطلون يا حلوين بيعامل معاملة الجمع، من الملابس الجمع. البنطلون pants بيتعامل معاملة الجمع، بتحط له في الآخر اس الجمع. طب هو البنطلون عشان بعيد، جمع بعيد، يبقى أنا بستخدم له those are pants.